بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نشرح درس التحويلات الهندسية. ايه هي التحويلات الهندسية دي؟ التحويلات الهندسية وعندنا 3 تحويلات. ايه هما؟ اول حاجة الانعكاس في خط مستقيم، او الانتقال، او الدوران. ايه هو الانعكاس او الانتقال او الدوران؟ الانعكاس ده ان انا بعكس حاجة زي المراية كده، ان انا لو عندي حرف الاي ده كده لما نعكسه فهنخلي وشه اليمة التانية، فده كده بنسميه انعكاس. انما الانتقال ان انا بنقله، لو هو مكانه هنا مثلا هنشيله ونحطه هنا، هيفضل بنفس الشكل وبنفس كل حاجة. طيب الدوران ان انا هقلبه مثلا، لا بدل ما هو معدول كده، لا احنا هنقلبه او هندوره في اتجاه، مثلا ممكن ندوره مع عقارب الساعة او عكس عقارب الايه الساعة. فهناخد ال3 تحويلات دول. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على الانعكاس بس. اول حاجة الانعكاس في محوري الإحداثيات. أول حاجة عندنا الشبكة التربيعية أو المستوى الإحداثي ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من محورين، ده كده بنسميه محور إكس، وده كده محور واي. عندي الانعكاس نوعين، أول انعكاس بالانعكاس هو حول محور إكس، الانعكاس التاني هو انعكاس حول محور واي. احنا عارفين إن احنا أي نقطة بتتكون من زوج مرتب بنسميه إكس وواي، إن المسقط الأول اللي بيبقى هنا هو الإكس والمسقط التاني هو الواي. زي مثلا النقطة 2 و3. النقطة 2 و3 دي إن أنا بروح من عند ال2 ونطلع لحد ال3 ونحط نقطة، فيبقى مكانها هنا. طيب أنا لو عايز أعمل لها انعكاس حول محور إكس، لو قال لي انعكاس حول محور إكس بنعكسها حوالين المحور بتاع الإكس، إن هي لو هنا تنزل هنا. طيب أعمله إزاي الانعكاس ده؟ علشان أعمل انعكاس حول محور إكس بنثبت الإكس، بنخلي الإكس زي ما هي، وبغير إشارة الواي. فالنقطة 2 و3 دي لو عايز اعمل لها انعكاس حول محور اكس هتبقى اسمها 2 وسالب 3. كده انا عملت لها انعكاس حول محور اكس. ثبت الاكس زي ما هي، ثبت اكس وغير واي. طب لو قال لي انعكاس في محور واي هنعمل العكس، هنثبت الواي ونغير الاكس. زي النقطة مثلا 2 و3، لو عايز اعمل لها انعكاس في محور واي قلنا هنثبت الواي وغير الاكس، بمعنى الواي هي ال3 فهي ال3 تفضل زي ما هي، غير علامة الاكس، بدل ما هي موجب خليها سالب، ولو هي سالب خليها موجب، فهتبقى -2 و3. تعالى برضو ناخد شوية أمثلة أكتر ونشوف. أكمل ما يأتي. صورة النقطة -7 و3 بالانعكاس في محور إكس. قلنا لو عايزين نعمل انعكاس في محور إكس هنغير علامة الواي، فهنا هنغير إشارة الواي، هتبقى -3، فالنقطة هتبقى -7 و-3. السؤال التاني بيقول لي صورة النقطة -4 و-9 بالانعكاس في محور واي. عشان أعمل انعكاس في محور واي قلنا هنغير علامة الإكس، فهتبقى -4 و-9 زي ما هي. صورة النقطة 3 و0 هي نفسها بالانعكاس في محور نقط. عشان اخليها هي نفسها زي ما هي ما تتغيرش يبقى انا المفروض كده اغير اشارة الواي. طب عشان اغير اشارة الواي يبقى انا كده بعمل انعكاس في محور اكس. طيب ليه؟ لان لما اجي اعمل انعكاس هنا في محور اكس ما اجي اقول لك اغير اشارة الواي، طب السالب الصفر ده مفيش حاجة اسمها سالب صفر، فالصفر بيفضل زي ما هو، فتبقى انعكاس في محور اكس. صورة النقطة 0 و-2 هي نفسها بالانعكاس في محور هنا. عشان اعمل انعكاس واخلي دي زي ما هي الصفر كده يبقى انا بعمل انعكاس في محور واي. طب ليه؟ لان الاكس هي اللي بتتغير فهخليها محور واي. صورة النقطة 2 و-3 بالانعكاس في محور نقط هي 2 و3. هو ايه اللي اتغير؟ الواي اتغيرت، يبقى كده انعكاس في محور اكس. صورة النقطة -1 و-4 بالانعكاس في محور نقط هي 1 و-4. مين اللي اتغير هنا؟ هنا اللي اتغير الاكس، يبقى هو كده انعكاس في محور واي. ارسم المثلث اي بي سي حيث A -4 و1 و B -1 و0 و C -3 و4، ثم ارسم صورته بالانعكاس في محور اكس. عشان اجيب صورة المثلث ده بالانعكاس في محور اكس قلنا اول حاجة بنغير اشارة الواي، فهنجيب الصور بتاعته اللي هي A شرطة
سالب 4، وقلنا هنغير إشارة الواي فهتبقى سالب 4 وسالب 1. البي شرطة هتبقى هي النقطة سالب 1، وهنغير إشارة الواي بس الصفر ما بيتغيرش، الصفر بيفضل زي ما هو، فتبقى سالب 1 وصفر زي ما هي. السي شرطة سالب 3، وبرضه هنغير إشارة الواي فهتبقى سالب 4. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنروح نرسم الأصل ونرسم الصورة اللي احنا جبناها بره. أول حاجة النقطة عندي سالب 4 و1. قلنا أول حاجة بتحرك على المحور اللي هنا ده. خلي بالك ان الشبكة التربيعية عندك او كراسة الرسم البياني بتاعتك اول حاجة انت بترسم فيها المحاور ده، بس خلي بالك وانت بترسم على المحاور ان لما تيجي تكتب الارقام تبقى على الخطوط، ما تبقاش في نص المربع. ما ينفعش اكتب الواحد هنا في النص، لا لازم الواحد او الحاجة اللي انا هكتبها تكون على الخط او كده. فاول حاجة بروح ارسم المثلث اللي هو الاصل. اول حاجة النقطة سالب 4 و1، فبروح من عند السالب 4 على المحور بتاع الاكس الاول. بعد كده بنطلع او ننزل، نطلع لو هو بالموجب وننزل لو هو بالايه بالسالب. طيب هي النقطة سالب 4 و1، فبروح من عند السالب 4 واطلع لحد الواحد ونحط نقطة. تاني حاجة النقطة بي اللي هي من سالب 1 لحد الصفر، فبروح من عند السالب 1 برضو على نفس المحور اكس الأول. فين السالب 1 اللي هنا اهو. بعد كده بنطلع وننزل سالب 1 وصفر، بس أنا والصفر ده ولا هطلع ولا هنزل، فبروح أقف عند السالب 1 هنا. طيب تاني حاجة النقطة سي سالب 3 و4. فين السالب 3؟ برضو على محور اكس اهي، وبعد كده 4 فبطلع لحد ال4 ونحط نقطة. هنعمل ايه بعد كده؟ هنوصل الثلاث نقط دول بايه؟ ببعض. يبقى احنا كده رسمنا المثلث بالشكل ده كده. دي كده النقطة A، وهنا النقطة B، وهنا النقطة C. طيب بعد كده بنروح نعمل ايه؟ بنرسم الصورة اللي احنا جبناها اللي هي سالب 4 وسالب 1. فبروح انا عند السالب 4 وانزل للسالب 1. تاني حاجة بي شرطة من سالب 1 لصفر، فبروح برضو من عند السالب 1، ومفروض ان انا الصفر ولا بطلع ولا بنزل، بتفضل موجودة على المحور. طيب سالب 3 وسالب 4، فبروح من عند السالب 3 برضو وسالب 4، فبنزل لحد السالب 4 ونحط النقطة، ونوصل برضو الثلاث نقط دول بايه؟ ببعض بالشكل ده. خلي بالك ان المثلثين لازم هيطلعوا نفس الشكل بنفس الطول بنفس كل حاجة، ويبقى دي النقطة A شرطة، وهنا البي شرطة برضو، وهنا السي شرطة. المثال التاني عندي بيقول لي ارسم مربع ABCD في المستوى الإحداثي، حيث ال A 1 وسالب 1، وال B 3 وسالب 3، وال C 5 وسالب 1، وال D 3 1. فبنروح نرسم المربع الأسهم، ارسم صورته بالانعكاس في محور Y. أول حاجة بنجيب الانعكاس في محور Y. قلنا عشان نجيب الانعكاس في محور Y فبنغير علامة ال X، فهنجيب ال A شرطة هتبقى هنغير ال X فهتبقى سالب 1 وسالب 1. البي شرطة هنغير برضو الاكس فهتبقى سالب 3 وسالب 3. السي شرطة هنغير برضو الاكس فهتبقى سالب 5 وسالب 1. الدي هتبقى سالب 3 و1. هنعمل ايه بعد كده؟ هنروح نرسم الاصل ونرسم الصورة بتاعته. اول حاجة بنرسم النقطة 1 وسالب 1، فبروح من عند الواحد على محور اكس ده الاول، وبعد كده نطلع او ننزل، وهي 1 وسالب 1، فبنزل لحد السالب 1 ونحط النقطة. البي هي 3 وسالب 3، فبروح من عند ال3 وانزل لحد السالب 3. السي 5 وسالب 1، فبروح من عند ال5 وانزل برضو لحد السالب 1. الدي 3 و1، فبروح من عند ال3 ونطلع لحد ال1، ونوصل برضو الاربع نقط ببعض بالشكل ده كده. انا رسمت المربع. اول حاجة دي كده
قلنا النقطة A، هنا النقطة B، هنا النقطة C، هنا النقطة D. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنروح نرسم الصورة اللي احنا جبناها. الصورة هنا -1 و1، فبروح من عند -1 على نفس المحور و1، فبطلع وايه او انزل، هتيجي هنا بالشكل ده كده. تاني حاجة -3 و3، فبروح برضو من عند -3 وننزل لحد -3 ونحط نقطة. السي -5 و1، فبروح من عند -5 وننزل لحد -1. بعد كده -3 و1، فبروح من عند -3 ونطلع لحد 1 ونوصل الأربع برضو نقط ببعض. النقطة الأولى هنا قلنا هي A شرطة، B شرطة، C شرطة، D شرطة. هنا بنتكلم على خواص الانعكاس. أول حاجة في خواص الانعكاس في المستقيم إن هو أول حاجة بيحافظ على أطوال القطع المستقيمة. يعني لو مثلا أنا عندي في الشبكة التربيعية مستطيل بالشكل ده اسمه A B C D، لما نعمل له انعكاس حول محور اكس او واي مثلا، فهيجي هنا بالشكل ده كده ويبقى A شرطة B شرطة C شرطة D شرطة. فأول حاجة هو بيحافظ على أطوال الأضلاع أو القطع المستقيمة. فلو القطعة المستقيمة AB دي اسمها مثلا 2 سنتي أو الضلع ده ب2 سنتي، فالضلع هنا برضو في الصورة هيبقى برضو ب2 سنتي. فأول حاجة يحافظ على أطوال القطع المستقيمة. تاني خاصية عندي في خاصية الانعكاس يحافظ على قياسات الزوايا. يعني الزاوية دي مثلا قياسها 90، هنا برضو نفس الكلام، فالزاوية ايه برضو هيبقى قياسها 90. تالت حاجة يحافظ على التوازي. فمثلا هنا عندي الضلع اي دي يوازي الضلع سي بي، هنا برضو نفس الكلام، ايه شرطة دي شرطة هيوازي في شرطة سي شرطة، فيفضل برضو نفس الأضلاع متوازي. الخاصية الرابعة يحافظ على البينية. ايه هي البينية دي؟ البينية دي ان لو عندي مثلا نقطة موجودة هنا بين الدي والسي اسمها اف مثلا، فهيبقى نفس المكان هنا النقطة بين الدي والسي اسمها اف برضو شرطة. فده كده معنى البينية. يبقى خواص الانعكاس يحافظ على أطوال القطع المستقيمة، يحافظ على قياسات الزوايا، يحافظ على التوازي، يحافظ على البينية. آخر فكرة معايا هي تركيب الانعكاسين. ايه هو تركيب الانعكاسين دول؟ بيقول لي ارسم صورة المثلث ABC حيث ال A -4 و2، ال B -1 و1، ال C -3 و5 بالانعكاس في محور Y متبوعا بالانعكاس في محور X. يبقى احنا كده هنعمل انعكاسين. أول حاجة هنعمل انعكاس في محور Y، بعد كده نعمل انعكاس في محور X على النقطة الجديدة اللي احنا هنجيبها. أول حاجة هنجيب انعكاس النقطة دي في محور Y. طب عشان اجيب انعكاس في محور Y قلنا هنغير اشارة الاكس، فانا هغير اشارة الاكس دي اللي هي -4، فهخليها 4، فهتبقى ال A شرطة 4 و2، ال B شرطة هتبقى 1 و1، ال C شرطة هتبقى 3 و5. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب الانعكاس في محور X، بس مش من الاصل، لا من الصورة اللي احنا جبناها دي هعمل لها انعكاس في محور X. طب عشان اعمل انعكاس في محور X قلنا هنغير اشارة مين؟ الواي، فهنسميها ايه ونحط عليها دبل شرطة بالشكل ده، فهتبقى 4 و-2. البي هتبقى 1 و-1، السي هتبقى 3 و-5. ونروح نرسم الأصل والصورة التانية. أول حاجة النقطة
سالب 4 و2، فهروح من عند السالب 4 واطلع لحد ال2 ونحط نقطة. تاني حاجة من -1 لحد الواحد، من -1 واطلع لحد الواحد ونحط نقطة، من -3 واطلع لحد ال5 ونحط نقطة برضه، وهنوصل التلات نقط دول ببعض بالشكل ده. فتبقى دي ال A وهنا ال B وهنا ال C. تاني حاجة نرسم الانعكاس في محور واي. النقطة 4 و2، فهو اروح من عند ال4 واطلع لحد ال2، بعد كده من 1 واطلع لحد الواحد، بعد كده من 3 واطلع لحد ال5، وهنوصل التلات نقط دول ببعض بالشكل ده كده بالمسطرة. يبقى دي كده النقطة A، ودي النقطة B، ودي النقطة C. بعد كده نروح نرسم التلات نقط التانيين اللي جبناهم في الانعكاس في محور X. أول نقطة 4 و-2، فبروح من عند ال4 بس عشان هي -2 فهنزل لحد -2 ونحط نقطة. 1 و-1، فبروح من عند الواحد وانزل لحد -1. 3 و-5، فبروح من عند ال3 وننزل لحد -5، ونوصل برضو التلات نقط دول ببعض. يبقى دي كده ال A، ودي C، وهنا ال B. لو عايز تتأكد ان الحل بتاعك صح، بص على الاصل وبص على الحل النهائي، هتلاقي ان الاكس والواي اتغيروا الاتنين. مثلا النقطة -4 و2، فهتلاقي ان -4 بقت 4 والاتنين بقت -2، يبقى هو كده غير اشارة الحاجتين الاكس والواي. يا رب تكونوا استفدتوا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك بقية الفيديوهات، وتابعنا في المراجعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.